غنية جدا بالبروتين والكولاجين اللي بيعزز صحة الجلد والبشرة والشعر. كمان مفيدة جدا للمفاصل والعظم. حلوة جدا يا جماعة، وهقول لكم النهاردة أحلى طريقة تتعمل بيها العكاوي. النهاردة هنعمل العكاوي مع بعض بالخضار، طاجن عكاوي بالخضار تحفة، دايبة دوبان، وكانت الريحة رهيبة. والطريقة دي أحلى طريقة يا جماعة هتعتمدوها، حلوة جدا ومفيدة ومغذية ولها ناس كده بتعشقها. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله، ندخل نشوف الطاجن الخطير ده عملناه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه جهزت العكاوي. طبعا العكاوي عندي نظيفه ومغسوله ومتنضفه كويس جدا. حطيتها كده في طبق وبدات ان انا اتبلها بالملح والفلفل الاسود، ودعكها كويس جدا كده بالملح والفلفل الاسود بالشكل ده. بصوا بتبقى شكلها عامل ازاي، في منها الصغيره خالص وفي منها اللي هي كبيره شويه. جبت بقى حله على النار، نزلت فيها بمكعب من الزبده او معلقه من السمنه وكمان معلقتين من الزيت، وهبدا انزل بالعكاوي بتاعتي المتقطعه بالشكل ده. هننزل بيها كده علشان نديها كده تحميره حلوه، نديها لون كده ونخلي المسام بتاعها تقفل. اول ما بنزل بيها كده ببدا ان انا شويه كده وابقى اقلبها من كل اتجاه علشان كده تاخد لون معايا بالشكل ده. بنقلبها كده واحده واحده. تمام كده زي الفل. بعد ما قلبتها كده وخدت لون من كل اتجاه بالشكل دوت، هبدأ بقى ان انا انزل عليها كده بورق لورا، كام ورقة كده من ورق اللورا، وكمان عود من القرفة، وده مهم جدا هيخلي الريحة حلوة قوي، وكمان نص معلقة صغيرة كده من الحبهان البودر، او ممكن تنزلي بثلاث اربع فصوص كده من الحبهان البودر. وبقلب برضو العكاوي كده تقليبة كده وهي فيها الحاجات دي. بعد كده بنزل ببصلاية وجزراية كده متقطعة وبغطيها بالمية المغلية. مش قادرة بقى اوصف لكم ريحتها وهي بتتسلق حلوة قد ايه. بقلبها كده تقليبه وبعد كده بغطيها كده بالغطا وبكمر الحل عليها جامد وبسيبها كده لمدة ساعة شوية كده، وبقلبها كده تقليبة تانية وبسيبها تاني كده لغاية ما احس ان هي استوت. يعني بتاخد على النار كده حوالي ساعة او ساعة ونص. وهنا ببدأ احط فيها الشوكة كده علشان اتأكد ان هي مستوية كويس جدا. مش لازم تبقى مهرية معايا لان لسه في مرحلة تانية للتسوية. الشوكة كده بتخش كده بسلاسة، يبقى خلاص هبدأ اديها كده شوية ملح كمان واسيبها تغلي كمان غلوتين، عشان انا في الاول تبلتها بملح وفلفل اسود وحطيت ملح بسيط. دلوقتي بقى جبت صينيه وهنزل في الصينيه دي بمعلقه كده كبيره من الزبده او السمنه ومعلقتين برضو من الزيت. وهنزل بقى بحوالي بصلتين كبار كده متقطعين جوانح بالشكل ده. بصلتين كبار اللي استخدمتهم. هبدا اكرمل البصل ده. ان انا اكرمل البصل ده بيديها تسكيره كده وطعم حلو قوي. علشان اكرمل البصل صح بديله كده معلقتين صغيرين من السكر، وابدا اقلب البصل. ما بيخليش البصل ياخد وقت معايا خالص. بقلبه كده، مجرد ان انا بقلبه تقلبتين كده بياخد اللون البني الفاتح زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني بيديني سرعه كده ان البصل ياخد لون معايا بسرعه. دلوقتي هنزل كده بحوالي جزرتين كده كبار متقطعين بالشكل ده وهقلبهم مع البصل. مش قادره اوصف لكم ريحه الخضار كانت عامله ازاي، وطعم الخضار كمان كان حلو قوي. دلوقتي بقى قرنين فلفل كده قطعتهم بالشكل دوت كده كبار علشان يبقوا واضحين. ممكن تحطي فلفل شطه زي ما انت حابه. وبقلبه كده مع البصل ومع الجزر. وهنزل كده بحوالي كيلو او كيلو وربع كده من البطاطس مقطعاها شرايح بالشكل ده. هننزل كده بالبطاطس وهنقلب بقى كله مع بعض كده بالراحه. وهنبدا بقى نتبل كمان فلفل اسود وكمان شويه من البابريكا المدخنه وكمان معلقه صغيره او نص معلقه صغيره كده من الملح. بنتبل بس الخضار. ورشه صغيره من جوز الطيب، وهي عندي مهمه جدا. يعني بجد يا جماعه جوز الطيب بتدي طعم في حته تانيه خالص. رشه صغيره كده. وبعد كده كمان كان عندي الكيس اللي هو فيه ال 11 بهار، خلطه ال 11 بهار، نزلت كده بحوالي نص معلقه صغيره. دلوقتي بقى هنبدا نسقي كده بالشوربه اللي سوينا بيها العكاوي. هنسقي الخضار بالشوربه ونزلت بس كده بمعلقه كبيره من الصلصه. وبقلب كده كل الخضار مع بعض بالشكل ده. مش قادره اوصف لكم الريحه عامله ازاي. في الاخر خالص كده طماطمايه مقطعاها برده جوانح بالشكل ده، هنزل بيها كده فوق الوش. وبعد كده هبدا ان انا احط العكاوي. بصوا ببدا بوسع لها كده مكان علشان ابدا احط العكاوي كده، قطع العكاوي بالشكل ده في الخضار، تتطعم بالخضار وتديله طعم كده حلو قوي. بصوا بحطها كده قطعه قطعه بالشكل ده. بخليها كده فوق الوش علشان تاخد معايا لون وتستوى كمان على البخار وتاخد طعم كده من الخضار حلو قوي.
دلوقتي بقى علشان اكمل التسويه، هبدا اطفي النار وما استخدمش بقى البوتاجاز من فوق خالص. هغطيها بقى بالفويل وادخلها الفرن لغايه ما الخضار ده يستوى. انا كده العكاوي مستويه معايا وزي الفل. دخلتها كده لغايه ما الخضار استوى، واختبرته بشوكه، وبعد كده شغلت الشوايه. بصوا الشوايه بقى ادتني لون العكاوي الخطير ده، تحفه يا جماعه. ومش كانت مستويه، هي كانت مهريه، يعني بتفصل تماما عن العظم. هنا كنت لسه مخرجاها من الفرن، وطبعا كانت سخنه جدا. بصوا بقلبها لكم كده عشان اوريها لكم لونها من كل اتجاه. والبطاطس والجزر والبصل، يعني مش قادره اوصف لكم الطعم عامل ازاي. ومستويين جدا كمان، وفي نفس الوقت هم محافظين على شكلهم. بصوا مستويين تسويه حلوه قوي، والطعم خطير. بصوا مستويين ازاي. بصوا بقى العكاوي هنا بدخل فيها المعلقه كده، ودلوقتي هدخل فيها الشوكه. انا مش قادره امسكها بايدي خالص علشان سخنه جدا، بس هي مهريه تماما، يعني مستويه حلوه قوي. دي احلى طريقه يا جماعه للعكاوي، خطيره ومفيده ومغذيه ولها ناسها كده اللي بتحبها جدا. ودي احلى طريقه ليها بجد، احلى طاجن هتعملوه، وسهله وبسيطه ومفيده جدا. اتمنى يكون النهارده الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد، وشير كمان كتير للاصدقاء عشان الكل يشوف الطريقه والوصفه وينفذها. وتعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.